نعتقد كمنظمين في صفوف حزب التقدم والاشتراكية رافضين لهذا الموقف وعبرنا عن ذلك أن الموقف الذي اتخذ هو موقف لا شرعي. الموقف الذي اتخذته اللجنة المركزية الأخيرة هو موقف لا شرعي. لماذا موقف لا شرعي؟ لأن الوثيقة السياسية التي صادق عليها المؤتمر الوطني السابق الثاني بالإجماع والتي هيئت في إطار توافق بين حساسيات داخل الحزب تحدد في فقرة في الباب الثاني وفي الفقرة 96 وفي عنوان توقعات الحزب المستقبلية تحالفات. وورد في الفقرة أن المشاركة في الحكومة لا يحددها موقف مطلق بل ترتبط بمدى الاستجابة الثالث لبرنامج الحزب ومشروعه المجتمعي وبوجوده إلى جانب حلفاء يتقاسمونه على العموم نفس التصور. هذه الأمور ما توضعتش، هذه الفقرات وضعت في إطار كما قلت صراع ثم توافق أكد على هذه الفقرة. في الباب الثالث مسألة التحالفات. الفقرة 101 التحالفات هي مع مكونات الكتلة وفصائل اليسار والانفتاح على الحداثيين الديمقراطيين. ناقشنا كثيرا في اللجنة التشريعية وفي هذا الانفتاح على التقدم الى غير ذلك شنو في إطار توافق خلينا على الحداثيين والديمقراطيين ولم نقل على المضاويين ولا على المحافظين. هذا أعتقد واضح. ثم الباب الرابع فقرة 119 يعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن إشاعة القيم الكونية للتقدم والديمقراطية والحداثة والعقلانية من المهام المركزية لنضاله في واجهة الفكرية والإيديولوجية. والفقرة 19 نؤكد على ضرورة التصدي للتوظيف السياسي للدين. وفي الفقرة 127 نقول غير أن هذه المميزات الأساسية التي طبعت التدين الإسلامي في المغرب منذ قرون تعرضت في الحقبة الأخيرة إلى بعض محاولات التشويش بفعل تصرف تيارات مشرقية متطرفة سواء بشكل منظم أو غير منظم عبر وسائل الاتصال الحديثة وبتأثير الوضع الديني في المغرب أكثر يطور أدى إلى ظهور هذه التيارات الكفرية كحركات سياسية علنية توظف الخطاب الديني لتحقيق مقاصد سياسية تتجاوز أحيانا حدود التراث الوطني. وننعش في القرن 128 هذه السلوكات بكونها سلوكات وظواهر غريبة وجديدة على المجتمع المغربي تدعو إلى التعصب الديني وما إلى ذلك. في الفقرة 138 ينتصر الحزب في اختياراته ومسعاه الديمقراطي التقدمي والحداثي إلى قيم الحرية الفردية والجماعية والمساواة بين الجنسين والتضامن بين المواطنين وإطلاق الطاقات وتشكيل الابداع وما يدعو إلى الانفتاح الإيجابي وما إلى ذلك على مطالب التقدم التي تبرزه الحضارة الإنسانية. وهو بذلك حزب يناهض كل الأفكار المحافظة والتوجهات الرجعية والنفوسية وكل أشكال هذه الوثيقة التي ساق عليها المؤتمر الوطني بالإجماع وليس حسب القانون الأساسي للحزب من حق أي أحد أن يراجع هذه المواقف ولا يمكن أي هيئة أن تراجع هذه المواقف إلا المؤتمر الوطني. لذلك اعتبرنا بأن هناك صدمة على موقف حزب التقدم والاشتراك.